السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنقدم لكم بسبوسه فرديه بيضه وحده بواحد الكريمه البرتقال كتجي زوينه بزاف، ما تشبعوش منها. بالنسبه كنعتذر على الصوت ديالي شويه ضرب لي البرد. بالنسبه للمكونات اللي عندي هنايا كاس ديال السكر حبيبات، عندي هنايا كاس الا ربع من الزيت، كاس من الحليب، كأس من السميد الناعم أي السميد الرقيق، وغادي نضيف كذلك 2 معالق. وعندي هنا كاس ديال الدقيق الفورس رطب ديال الحلوى، وغادي نضيف كذلك 2 المعالق، يعني كأس و2 معالق. عندي هنايا بيضة، شويه الملحة، بشرة ديال البرتقال، وعندي هنايا ملعقة من الخل و2 خمارات وفاني. نبداو على بركة الله في واحد الإناء. غادي نوضع ديك البيضة، وغادي نضيف ديك قبيصه ديال الملحه، السكر حبيبات كأس من الحليب، قشره ديال البرتقال محكوكه، من بعد غادي نميكسي هاد المكونات. كنميكسي المكونات مزيان، من بعد كنبقى نضيف الزيت، يعني غادي نضيف داك الكاس الا ربع من الزيت، وكيس من الفانيلا، وغادي نميكسي مزيان حتى غينسجموا لينا المكونات مع بعضياتها. من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق، يعني هذاك الكأس، وغادي نضيف 2 معالق. الحق الاخير غادي نضيف كأس ديال الدقيق وكأس ديال السميد الناعم و2 خمارات، وغادي نميكسي. الا خصني، يعني كاين الدقيق اللي كيتشرب والسميد اللي كيتشرب، الا خصني غادي نزيد 2 معالق حتى 2 معالق، ما خصنيش صافي. المهم انا بالنسبه لي انا راه خصني، لان الدقيق ما كيتشربش. داكشي علاش زدت 2 معالق ديال الدقيق و2 معالق ديال السميد الناعم. صافي، وكنستمروا في الخفق حتى كتحصلوا على واحد يعني الخليط اللي كيكون متجانس. شتو البنات، هنايا جاني الدقيق يعني الخليط خفيف، زدت دوك 2 معالق. كنضيف معلقه وكنشوف الا خصني عاوتاني غنزيد معلقه على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. في الاخير كنضيفوا البنات معلقه كبيره ديال الخل. هذا الخل كيعطينا واحد الهشاشه لهاد الكيك او لهاد البسبوسه، كتجي خفيفه بزاف. دائما البنات لي كي كاملين حتى المرحله الاخيره عطيفوا الخل، ما ديروش في الاول باش كيعطيكم واحد الخفه. انتم كتشوفوا كديروا في الاخير كتحسوا بالخليط خفيف. صافي البنات، دابا كملت يعني الوصفه ديالنا. غادي ناخذ دوك القوالب، كناخذوا البنات هنايا
يسمحوا لي البنات على الصوت، واخا هكاك ما قدرتش ما نزلش لكم فيديو. كناخذ دوك القوالب ديال لي كيش اولا ديال لي طاخط، وكندهنوهم بواحد شويه ديال الزيت باش ما يلتصقوش، وكنرشوهم بشويه ديال السميده. صافي يمكن لكم ترشوه بالدقيق اللي بغيتو. صافي هنايا البنات كتضيفوا واحد 2 معالق حتى 3 على حسب الليمون اللي عندكم. صافي غير باش تخليو يعني ليسباس فين تزاد تنفخ هاد البسبوسه. صافي البنات بعد ما كتكملوا هاد الليمون ديالكم، بعد ما كنكملوهم كندوزو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي هنايا واحد كاس ونص ديال الليمون، عصير الليمون. عندي هنايا واحد معلقه كبيره عامره ديال النشا، وعندي هنايا معلقه ديال السكر. صافي خلطوا المكونات مزيان، ومن بعد كنضعوه فوق البوطه حتى كتحصلوا على واحد الكريمه. ها هي الكريمه ديال الدواجده. غادي نخليوها غير تدفى شويه باش تبرد، غير تدفى باش نقدروا نخدموا بها. صافي كنوضعوها في واحد في شي بلاستيكه ولا هذاك. انا درت غير هذا ديال المايونيز. انا عملتها هنايا كدير هكا واحد شكل حلزوني ديك الكريمه. صافي وكتبقاو هكا حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم. بعد ما كتكملوها كتدخلوها للفرن اللي تيكون ساخن، وكتقصوا عليها البوطه، كتخليوها في واحد 180 حتى كتطيب وكتشوفها تحمرات. صافي ديك الساعه كتشيلوا لها غير الفوق وكتحمر بالفوق. صافي ملي كتحمر كتخرجوها من الفران وكدهنوها بواحد شويه ديال الناباج ولا العسل. صافي وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسات ديالنا الفرديين بالكريمه البرتقال. كيجيو زوينين بزاف وبنانين، واحد المذاق فيهم يا سلام. نتمنى يعجبكم وتجربوا هذه الوصفه. وإلا عجبتكم البنات ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم الا كنتو اول مره غتشاهدوا هذه القناه. وإلا كنتو مشتركين ما تنساونيش بلي جيم والكومنتات الزوينه ديالكم، باش كتحفزونا وكتعطيونا واحد يعني الطاقه ايجابيه باش نزيدو نعطيو اكثر فاكثر. وكنتمنى البنات نكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى يا ربي تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده على الجميع. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.